بالتركي جلبيتها تلص، وبالعراق والمغرب العربي بيقولوا لها زلابيا، وبمصر الحبيبة ودول بلاد الشام بيقولوا لها مشبك. وسمعت انه الهنود بيقولوا انها هندية، والله طلعتي مانك قليلة داير الدنيا كلها. والعجينة ما بدها شي ولا أسهل من هيك، وكل مكوناتها موجودة بكل بيت. لا تروحوا محل، كملوا الوصفة وتابعوني على الانستا. شوفوا، ملعقة طعام خميرة فورية، ملعقة طعام سكر، وكاسة ونص مي دافي. نقلب الخميرة. قبل الفطور جهزي العجينة، وبعد الفطور قومي هيك على المطبخ 5 دقايق واعمليها وفاجئي جوزك ولا بيت حماكي، رح ينبسطوا فيها كتير. ملعقة صغيرة فانيليا، وهي فزلكة من عندي حسب الرغبة. وملعقة طعام لبان، وهي كمان فزلكة من عندي. ورشة ملح هيك على البركة، واخلطي. وشو بدها كمان؟ كاسة طحين وكاسة نشا. ومثل ما تعودنا بنكمل خلط. لازم طحين. وخليطنا هيك بده يكون سائل. هلا نغطيها ونتركها تتخمر 45 دقيقة. وعجينتنا صارت جاهزة، شوفوا كيف تخمرت. وهلا نفضيها من الهواء. يا حوين راحت النفش. ونفرغها بقنينة